بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر ثالث أيام التشريق، في هذه الأجواء المبهجة، أجواء الاحتفاء والاحتفال والبهجة والسرور بعيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بكل خير أيها الإخوة الكرام. ملتقانا هذا في فجر 13 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق 30 من مايو من عام 2026 من الميلاد. ما أعظم هذا الملتقى في الثلث الأخير من ليل فجر 13 من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تمن على ضيوف الرحمن بقبولك وبرضاك وبعفوك، وأن تكتب لهم حجا مبرورا، وأن تنعم علينا بنعم لا تحصى. أفض علينا بما أفضت عليهم به من بركات، وامنحنا من أجواء هذا التشريق إشراقات من الرضا والغفران يا أرحم الراحمين، بقدر ذاتك عند ذاتك يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المحبوب، خير من صلى وصام وقام الليل والناس نيام، خير من لبى وسعى وطاف بالبيت الحرام ووقف بعرفات. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الملتقى من كل يوم هو جلسة ذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.